في قناة تيك توك بيبدأ العرض، فندم يتحرك زي البرق، فتنس واكشن ملحمي صلب، ملك الافلام هنا للصخب. اوقات التمرين مثل القتال، جيل بعد جيل يتبع المثال، فتنس واكشن بلا محال، فنان البطل بين الابطال، محمد فندام ملك الافلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقاء، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير، وشكرا للناس اللي بتدعمني في القناة. النهاردة هديكم شوية تمرينات كنا احنا وعدتكم في الفيديو اللي قبل ده، ازاي انت تقدر تظبط دراعك وتخلي دراعك مستقيم في التوازي لو انت بتقف هاند ستاند او بتلعب اي لعبة يكون فيها ثبات. التمرين ده هيساعدك ازاي تفرد دراعك، وازاي لو انت بتلعب على المتوازي ومش بتجيب عدات كتير، التمرين ده هيخليك تجيب عدات كتير. تابع معايا. ومن التمرين الاولاني اللي احنا بنجيب دمبلين، وبنطلع وبنعد من 10 عدات في 4 مجموعات. رجليا مضمومه خالص وصدري مشدود، وبزج بدراعي، بنزل وبزج اهو، افرد دراعي عشر عدات اهيت. بصوا معايا، اهم حاجه في القبضه دراعي ما يكونش مفتوح ورا كده. هوريها لكم دلوقتي. يعني مثلا دراعك ما يكونش عامل كده، لازم انت عامل الريست كده. بص اهي، ماسك الدمبل كده اهي، وبشد صدري فوق وبطلع واحد. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ضم رجليا وشد صدري التمرين ده هيساعدك في رفع الاوزان، في قدره العضله وزياده قدره العضله، في اي تمرين، في العجله، في الضغط، في البنش، في كل حاجه. التمرين ده هيساعدك وهيقوي معاك الدراع لو انت دراعك ضعيف. طب انت لعبت التمرين ده وتاني يوم حصل لك شد عضلي وعرفت المنطقه الهين اللي بتوجعك، اعرف الحته دي ضعيفه. يعني لو حصل شد في العضله اعرف الحته دي ضعيفه. الاخطاء اللي احنا بنشوفها في اللعب، يا ريت ما تضغطش على المفصل. يعني كل ثباتك كده، يعني انت خلي دراعك فيه قوه، القوه ماشيه مع بعضيها كده، مش القوه هنا، القوه ماشيه مع الريست مع الكتف كده. كده انت تلعب صح. لو لقيت الم في المفصل خفف الوزن، لو لقيت الم في المفصل تاني مره خفف الوزن بتاعك عشان ما تاثرش على المفصل بتاعك. العب وزن، هتلاقي الوزن اصلا كده كده لو انت بتشيل 5 كيلو مع التكرار هتشيل 10 كيلو تلعب بيهم. استنوني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله.